ولأول مرة أحس بالعجز وإني مش لاقي كلام أقدر أقوله يوصف اللي هتشوفوه في الفيديو بتاع النهاردة ده، ولكن كل اللي أقدر أقوله إنه يا ريت الفيديو ده يلف العالم كله، وأنا أول مرة أطلب طلب زي ده في بداية أي فيديو. شوف كده الفيديوهات دي. الراجل اللي شفته في الفيديوهات من شويه اسمه طه، قلت عليه راجل لان عيب قوي بعد اللي هتشوفه النهارده وهتسمعه اقول عليه طفل، لان مفيش طفل يعمل اللي طه بيعمله. طه اشتغل في فرن بلدي من وهو عمره 10 سنين، وده نظرا لتعب والده زي ما هتسمع كده. بتاع محمد كنت بشتغل في فرن وانا عندي 10 سنين عشان بابا جه فجأة وتعب، وانا المفروض يعني اللي انا ابقى مكانه. انا قلت له اقعد يا بابا دام انت تعبان وانا هبقى انزل مكانك الشغل. طه مش بس راجل في افعاله، لا راجل كمان في كلامه، وخصوصا لما اتسأل ليه ما تكملش تعليمك وما تشتغلش، يعني تعيش دورك كطفل، ده كان رد. انا لو قلت كده مين اللي هيشيل البيت؟ عشان اخويا الصغير ولا بيا تعبان ولا مين ولا اختي الصغيره، محدش غيرنا، انا اللي لازم اللي اشيل البيت. تخيل يا عزيزي طفل في اولى اعدادي بينزل شغل الساعه 2 بالليل علشان يرجع تاني يوم الساعه 2 الظهر بيته، ويوم ما قرر يغير مواعيده علشان سنه فبقى يروح الشغل الساعه 7 الصبح ويرجع الساعه 1 بالليل. كنت بنزل الاول الساعه 2 في فرن اللي بتشتغل من بالليل لحد الصبح الساعة 2 الفجر؟ وباجي الساعه 2 الظهر. يعني من 2 الفجر ل 2 الظهر. دلوقتي بنزل 7 الصبح وباجي 1 بالليل. طه زي ما قلت لك في اول الفيديو انه في اولى اعدادي، وعلى الرغم من ظروف والده وتعبه وظروفهم الحياتيه الصعبه الا انه قرر في وسط الظروف دي انه يدرس جنب شغله زي ما هتشوف كده. عندك امتحان النهارده صح؟ امتحان عربي. انت في سنة كام؟ في اولى اعدادي. اولى اعدادي. طه مش بس راجل في عمره ده، لا طه كمان قدوة لأصحابه اللي في نفس عمره، واللي منهم بالفعل اللي حاول يقلد طه وينزل يشتغل على الرغم من ان ظروفه كويسة مش زي ظروف طه ووالده. زميله اللي حاول يقلده ده ما قدرش يكمل في الشغل نظرا لصعوبة الشغل ده اللي بيشتغلوا رجالة كبار في السن. في اصحابي كان نفسهم برضه يشتغلوا زي كده. اصحابي جه معايا اشتغل مش على طول مش قادر ما قدرش يكمل. بس والده يعني مش تعبان، هو اللي كان بيحب الشغل وكان عاوز يشتغل. هو بقى شافك انت بتكون نفسك وبتشتغل ويعني وبتصرف على نفسك وعلى البيت، فهو كمان حب يقلدك في الحاجه الحلوه. أيوة. تخيل بقى في وسط ظروفه دي كلها يطلع حد مش رحيم بعباده ويقرر انه يتلكك لطه ويمشيه من الشغل. انا رحت بالليل اتاخرت، هو قال لي تعالى الساعه كام؟ 3:30. رحت له والله 3:30 بالظبط، فهو اصلا شكله كان عاوز يمشيني، فقال انت اتاخرت يلا روح. بما ان الحياه فيها خير وشر وزي ما فيها ناس وحشه فيها ناس حلوه وتعرف ربنا، طه راح مكان تاني واشتغل فيه ومقدر ظروفه وبيسيبه يروح الامتحانات زي ما هتشوف كده. بابا كان عنده فرنه اللي هي الساعه 7 لحد الساعه 1 دي، رحت اشتغل معاه بس واخد اجازه عشان الامتحانات. بس وبعد ما اخلص الامتحانات ارجع له تاني. يعني هو دلوقتي ادالك اجازه عشان انت بتمتحن، وبعد الامتحان هترجع تاني. ايوه. تخيل بقى طه في وسط الظروف دي كلها لما سالوه ايه امنيتك، طه قال ان ابوه يرجع يخف تاني، ووالله انه هيكمل شغله وهيفضل شايل البيت برضه بس ابوه يخف. قلت لك نفسي هو بس اللي يخف، بس بقول لك والله لو خف انا برضه هشيل البيت، ما فيهاش حاجه يعني، بس هو يخف. اما بقى بالنسبه لوالد طه فهسيب والد طه يتكلم بنفسه. انا اسمي محمد سليمان. حضرتك انا عندي تضخم في الكبد والطحال، وعامل عمليتين في بطني وفي مسامير في رجلي. انا كل امنية حياتي ان قبل ما اموت يعني والله يعني اللي طه بس يستريح، عشان هو بقاله سيجي 2.5 سنين تعبان، ما هانش عليه ان انا اشتغل خالص. فضل شغال 2.5 سنين هو ولا 3 سنين لوحديه، بيصرف على البيت وبيدفع ميه وغاز وكهرباء وايجار الشقه بدفعه. مش عارف والله انا مكسوف من نفسي اساسا. والد طه كمل ووصف حالته المرضيه بالطريقه اللي هتسمعها دي. عامل عمليتين في بطني وعمليه في رجلي. ده غير بقى ايه ان انا بقالي يعني فتره قاعد في البيت وجالي اكتئاب، وبقيت بتعالج في مستشفى العباسيه كمان، بروح اسافر من هناك. اكتئاب ليه؟ عشان زعلان على الولد؟ طبعا لازم. يعني بنزل الساعه 2 في عز الليل في عز البرد والناس كلها نايمه وهو يصحى ينزل كده، دي برضو بتبقى صعبه على الواحد، يعني حد يكلمه وهو ماشي، حد يضايقه. ربنا الحمد لله. تخيل بقى حد في سن طه اللي هو اولى اعدادي شايل كهرباء وغاز وميه وايجار بيت واكل ومصاريف اخواته، بعد ده كله تلاقيه بيسال ابوه ويقول له انت زعلان مني في حاجه؟ انا زعلان منك، انا مبسوط بيك، مبسوط بيك. في ناس كتير رجاله وشباب ما بيعرفوش يعملوا اللي هو بيعمله ده، الحمد لله. في الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي جميع الاوراق وجميع الاثباتات اللي تثبت حاله والد طه الصحيه، واللي بيتعرض منها دلوقتي جزء على الشاشه واللي طه هيعرضه بنفسه. وانا تثبت ان ابويا تعبان، عنده ايديه معلقه
وان هو عنده مركب مسامير في الرجلين وتضخم في الكبد والطحال بيأثر على عينيه. قعد نص تثبت ان هو عنده تضخم في الكبد والطحال. وديت ورقه تثبت ان هو عنده فيروس سي اهي. ودي ورقه تثبت ان هو عنده الضغط. عقد الشقه المفروض اللي هو هينتهي بقى في شهر 8 واللي احنا مش عارفين ان احنا نقعد فيه. بتاعت اختي ان هي تثبت ان هي في المدرسه سنه 3 ابتدائي. تثبت ان ابويا بيسحب دواء من مستشفى العباسيه بسبب الخنقه اللي هو فيها، الاكتئاب من كتر ما هو قاعد في الشغل. هو مش ينمي بايده ان هو يقعد، هو لو مش تعبان هينزل وانا عارف. ربنا يشفيه يا رب. انا اتواصلت بشكل شخصي مع والدة طه واخدت منها كل الاوراق دي اللي بتثبت حاله والده الصحيه، وعلشان كده هيظهر قدام حضرتك دلوقتي رقم فودافون كاش. مش بس كده، وعنوان طه واسرته علشان اللي حابب يتاكد ومن ثم يقدر يقدم لهم مساعده. اما لو مش هتقدر تساعد طه ماديا فتقدر تشير الفيديو ده على قد ما تقدر. جايز حد يشوف الفيديو ده ويقدر يقدم لهم مساعده تريح طه وتخليه يكمل تعليمه، مش بس كده ويعالج والده. اهي دي النماذج يا عزيزي اللي احنا محتاجين انها تظهر وتتشاف، دول اللي محتاجين نتعلم منهم ونصدرهم للعلن، مش النماذج اللي موجوده اللي استسهلت الحرام والعيب. طه رغم سنه الا انه ابى انه والدته او والده يشتغلوا في ظروفهم دي، وقرر انه ينزل وما يعيش طفولته علشان ما يحوجهمش لحد. اتمنى بعد ده كله ان الفيديو ده مش بس يلف مصر، لا يلف العالم كله، ونشوف طه بعد شويه في حال افضل من كده بكتير هو واسرته. وبس كده.